في أحد مواقع البناء، يسأل رجل زميله في العمل ديمتري عن المادة الخاصة التي كان يبيعها مؤخرا. يأخذه ديمتري إلى غرفة ويجهز له مسحوقا ورديا ليدرك أن الإبر قد نفذت. يبحث في كل ركن من أركان الغرفة حتى يجد واحدة في حوض مليء بالمياه. ثم يتناول ديمتري أولا ثم ينهار بسرعة، فيأخذ زميله في العمل للإبرة ويكرر العملية. في المساء، يستيقظ الرجل في المساء ويلاحظ ديمتري وهو يرتجف ويهدر. وفجأة يستدير ديمتري ويكشف عن عينيه الحمراوين قبل أن يعض الرجل الآخر. يركض الرجل على الفور خارج المبنى وينشر فيروس ديمتري في كل مكان. في وقت لاحق في الجبال، يرسل الدكتور أدانا ابنه ميغيل لقضاء أسبوع مع جديه لأمه. لقد كانت الأمور صعبة منذ وفاة زوجة أدان، لذا فإن هذه الاستراحة محزنة ولكنها في تلك اللحظة يزور أدانا جاره جوني الذي يدعوه لتناول العشاء في منزله. تعتذر آنا زوجة جوني عن عدم وجود ما يكفي من الطعام، موضحة أن الهوام تتلف. عندما يعود أدانا إلى المنزل ويخلد إلى الفراش، يتظاهر بأن عائلته عادت معه. ولسوء الحظ تضيع هذه الذكرى عندما يتذكر كيف كانت زوجته مريضة كل ليلة بسبب اليوم التالي يتصل أدانا بهاتف زوجته ليسمع صوتها على البريد الصوتي. في المدينة تم نقل رجل لا يحمل أي وثائق إلى المستشفى بسبب تعرضه للدهس. في الطريق إلى غرفة الطوارئ يبصق على وجه الممرضة. يقول الشهود أن هذا الرجل تعرض للعض من قبل رجل آخر في الشارع. بعد ذلك تستقل الممرضة الطائرة رغم أنها لا تستطيع التوقف عن السعال. في هذه الأثناء تشاهد الدكتورة لوسي من منظمة الصحة العالمية مقطع فيديو انتشر على يظهر الفيلم عائلة اضطرت إلى ربط الأب بالسرير لأنه أصيب بالجنون. لا يتوقف الرجل عن الارتعاش ويتمكن من كسر الحبال لمهاجمة ثم تستدعى لوسي إلى اجتماع خاص لتحليل تقرير أرسله مستشفى في فنزويلا. يبدو أن المريض يعاني من بعض الأعراض الغريبة التي لا تتطابق مع أي أمراض. لسوء الحظ يبدأ الفيديو بخلل وينتهي دون مزيد من التفاصيل. أبلغها رئيس لوسي أن الأمم المتحدة قررت بالفعل أن هذه حالة طوارئ من المستوى الرابع. في السوبر ماركت لاحظ أدانا أنه لم يتبقى أي مؤن تقريبا. وفجأة يدفعه الموظف للذهاب وراء لص ويتبعهما دون إلى الشارع. وفي مكان قريب تحطمت سيارة إسعاف ويهرع الشهود للمساعدة. يقفز رجل ينزف من السيارة ويهجم على شخص ليتغذ، مما يؤكد أن هذا الفيروس الجديد يحول يفتح رجل النار ويخبر الحشد بعدم لمس المخلوق لأنه معدي. يظهر شرطي خلفه ويطلب منه إلقاء السلاح ليهاجمه زومبي آخر من سيارة الإسعاف. في تلك اللحظة ينفجر أحد المباني فيسرع أدانا لركوب سيارته. عندما يحاول أحد الزومبي صده، يقود أدون سيارته في الاتجاه المعاكس ويتمكن. وفي طريق العودة يستمر أدون في محاولة الاتصال بابنه دون جدوى. ثم يجد جوني يحمل آنا المشلولة بين ذراعيه قائلا إنها بدأت تشعر بالغثيان بعد أن عضها. يأخذهم أدانا على الفور إلى مكتبه حيث يفحص الجرح. تتوسل آنا للمساعدة ويبدأ صوتها في التحول إلى هدير فيعطيها أدانا حقنة تجعلها تنام. بعد ذلك يحاول أدون الاتصال بوالديه لكن المكالمة لم تتم. بعد ذلك يستخدم حاسوبه للبحث عن معلومات حول فيروس في ويجد على الفور تقارير إخبارية تقول إن الفيروس وصل إلى العديد من المناطق في البلاد ويطلب الطبيب من الناس البقاء في الداخل حتى يعلموا المزيد. في تلك اللحظة يحضر جوني آنا إلى منزل أدانا لأنها لم تتحسن. يأتي جاران آخران أيضا لأنهما قلقان على آنا. يتفحص أدانا آنا مرة أخرى ويلاحظ الأسنان المتحولة والعيون الحمراء. وفجأة تستيقظ آنا وتحاول مهاجمته فيضطر الآخرون إلى صدها. عضت آنا أحد الجيران الذي ابتعد عنها متألما. يستولي أدون على مكانه فيحاول هو وجوني السيطرة على آنا. بعد الكثير من الصراع تسقط آنا وتلتطم رأسها بالطاولة مما يفقدها. بعد أن ترك رسالة على البريد الصوتي لوالدة زوجته قام جوني بتضميد جرح جاره. قام جوني بتشغيل الراديو ولكن لم يتم تشغيل سوى رسالة طوارئ تخبر الناس بالبقاء. كما تنص على أنه يجب عزل أي شخص يعاني من أعراض مثل الحمى والهلوسة والعدوانية ويجب على أقاربه الاتصال ب911 على الفور. وسرعان ما ينقطع الإنترنت. في تلك اللحظة يتلقى أدانا مكالمة من صديقه كارلوس الذي يعمل في مختبر تم إخلاؤه مؤخرا، والآن يجبر هو وزملاؤه على البقاء في قاعدة عسكرية خارج المدينة. يرسل كارلوس الإحداثيات إلى أدانا ويطلب منه الانضمام إليه لأنه يحتاج إلى أكبر قدر ممكن من المساعدة. ويوضح أيضا أن المدينة تحت الحجر الصحي وأن الجنود لديهم أوامر بقتل أي شخص. وقبل أن يتمكن من قول المزيد تنتهي المكالمة فجأة بينما يخبر أدانا أصدقائه بما عرفه للتو. انقطعت الكهرباء عن منزله وسمع صوت الطائرات العسكرية في السماء. تقرر المجموعة المغادرة معا للحصول على مساعدة لأن في هذه الأثناء يذهب ملاك والد أدانا في القانون للاطمئنان. يبحث في كل غرفة ولكنه لا يجد شيئا فينتقل إلى الفناء الخلفي. اتضح أن الجار ميت على كرسي، يبدو أنه حذف نفسه بنفسه لتجنب التحول إلى زومبي. عندما يعود ملاك إلى المنزل يخبر زوجتها تينا بما وهو لا يعلم أن ميغيل يستطيع سماعها ويأمرها بالبقاء في الداخل وعدم فتح الباب لأي شخص. في تلك اللحظة تنقطع الكهرباء. بعد بضع ساعات تجد مجموعة أدانا سيارة محترقة تسد الطريق لكنهم يتخطونها بسهولة ليواصلوا طريقهم. وبعد بضعة أميال يتم إغلاق الطريق مرة أخرى من قبل مجموعة من الجنود الذين يطلقون النار على الأرض لإجبار السيارة على التوقف، معلنين أنه لا يسمح لأحد بالتواجد. يسمع حشد من الزومبي الضجيج في الغابة ويبدأ بالركض. يخرج أدانا من السيارة ويشرح لهم أنه طبيب، فيخرج الجنود من السيارة ويجعلون الآخرين يخرجون أيضا. تقفز آنا التي تحولت بالكامل ويطلق الجنود النار على الفور لإسقاطها، كما أنهم يطلقون النار على الجارين ويقتلونهما في أثناء. يريد جوني أن يساعد زوجته لكن أدانا يدفعه للعودة إلى السيارة لأن الحشد يخرج من الغابة للهجوم.
وبينما يبتعد الثنائي، يتغلب الزومبي على الجنود ويبدأون في التهام حتى آن تتغذى على جيرانها أثناء الرحلة. يستمر جوني في التساؤل عما حدث الآن ويجعل أدانا في النهاية يوقف السيارة. يخرج جوني ليضرب السيارة في إحباط ويعلن أنه سيعود لإنقاذ زوجته. يحاول أدون إيقافه، لكن جوني يصرخ في وجهه ويواصل، لذا يعود أدون إلى السيارة وينتظر. بعد بضع ثوان يدرك جوني أنه يتصرف بسخافة ويعود إلى السيارة أيضا. في هذه الأثناء تصل لوسي إلى القاعدة ويريها كارلوس مريضها زيرو، وهو المدمن منذ البداية. في الصباح يجد جوني وأدانا فوضى عارمة على بعض السيارات مهجورة، والبعض الآخر عالق والناس يسرقون بعضهم البعض. كما أن الزومبي موجودون في الأرجاء ويركضون خلف الأشخاص المذعورين الذين يطلبون المساعدة من يتجاهلهم بينما يقود سيارته خارج الطريق للهروب. على شاشات التلفزيون أفادت التقارير أن الرئيس ووزرائه يغادرون البلاد دون أن يفعلوا أي شيء. في بلدة صغيرة تختبئ عائلة في منزلها وتحاول البقاء هادئة بينما تشاهد الزومبي يركضون خارج نافذتهم. بعد عدة دقائق من التوتر اقتحم بعض الزومبي الزجاج وهاجموا الوالدين على لذا يهرب لويس من الباب الخلفي ويغادر المدينة على دراجة. على الطريق كان أدون جوني يغيران إطارا عندما شاهد لويس يقود سيارتهما معتقدين أنه يعود الثنائي إلى السيارة ويتبعانه. ولسوء الحظ يسقط لويس من على الدراجة ويبدأ الزومبي في مطاردته فيصرخ يائسا. يفتح له أدانا وجوني الباب ويبتعدان بأسرع ما يمكن ليترك الزومبي خلفهما. عندما يحل الليل ينفذ الوقود من السيارة فيضطر الرجال إلى مواصلة السير على الأقدام. يصلون إلى بلدة جديدة حيث يلاحظون رجلا خلف سياد. ومع ذلك عندما يستدير يكشف الرجل أنه تستمر المجموعة في التحرك وتصل إلى محطة وقود حيث يجدون شرطيا ميتا بجانب سيارته. وفجأة يقفز اثنان من الزومبي لمهاجمتهما فينتهي الأمر بأدان وجوني على الأرض في محاولة يلتقط لويس مسدس الشرطي ويقتل كلا الزومبي بسرعة ويثير الضجيج انتباه عائلة مختبئة في فندق. تجذب الطلقات النارية أيضا المزيد من الزومبي لذا يبدأ الرجال بالركض بأسرع. عندما يمرون بجوار الفندق يفتح خوسيه الباب للسماح لهم بالمرور بينما ترمي زوجته بأشياء من السطح لإلهاء الزومبي. بعد ذلك طلب خوسيه من المجموعة أن يستريحوا ليلا لأنهم سيضطرون في الصباح إلى الخروج. يوافق أدانا على المساعدة لكنه يوضح أنهم لا يستطيعون البقاء لأنه يجب أن يستمر في البحث عن ابنه. في صباح اليوم التالي حلقت طائرة فوق منزلتين وذهب ميغيل إلى النافذة وفجأة يصل أحد الزومبي إلى الداخل للقبض على الطفل، ولكن في تلك اللحظة يستيقظ أدانا من هذا الكابوس ثم يسمع ضوضاء ويذهب إلى استطلاع الأمر ليجد الزومبي يلاحقونه على الفور فيركض أدانا للاختباء في إحدى الغرف. يحاول سد الباب لكن الزومبي أقوى منه ويقتحمه على أي ولحسن الحظ يجد أدانا أنبوبا ويستخدمه لضرب الزومبي حتى الموت، ثم يستخدم الأنبوب نفسه لقفل الباب. بينما يستمر الزومبي الآخر في الطرق على الباب يضرب أدانا على حائط متهدم حتى يصنع فتحة كبيرة بما يكفي للتسلل إلى الغرفة الأخرى. عندما نظر إلى الممر رأى بعض الزومبي هناك لذا لم يكن أمامه خيار سوى الركض بأسرع. تترتب على ذلك مطاردة ويصعد أدانا الدرجة إلى السطح حيث يجد بعض الألواح الخشبية التي يستخدمها للدفاع عن نفسه. يسرع أحد الزومبي ويدفع الآخر من على السطح، وعندما يوشك زومبي ثالث على عضه تطلق عليه ابنة خوسيه كريستال النار عليه. وبما أنها لا تعرف مكان أي شخص آخر تذهب كريستال وأدانا إلى الطابق السفلي. بعد رؤية الكثير من الدماء في الممر يصلون إلى الفناء ويجدون خوسيه وزوجته خارجين من غرفة خارجية، ويوضح خوسيه أن الذخيرة نفذت منه وأن جوني ولويس اختبأوا في غرفة خلف السور. كما رأى طفلا يهرب من الزومبي ويختبئ في غرفة أخرى من تلك الغرف. يوافق أدون وخوسيه على المساعدة فيعبران السياج وتغلقه النساء خلفهما. ينتظر أحد الزومبي في العشب الطويل ويطارد أدون على الفور فيركض حتى يصل إلى الباب ويفتحه جوني ليسمح له بالدخول، ثم يستخدم فتحة لإدخال نصله وطعن الزومبي عدة مرات. يكتشف أدون أن لويس كسر ساقه فيجعله يعض قميصه بينما يعيد العظم إلى مكانه ويضمد بالجرحى. في هذه الأثناء ينقذ خوسيه الطفل ويحاولان العودة إلى السياد لكن زومبي آخر يراهما ويلاحقهما. يركضون على الفور عائدين إلى الغرفة ويغلقونها إلا أن الزومبي ينهال عليه بالضرب حتى يتمكن من اختراقه ويقتلهما معا. تهرع زوجة خوسيه باستماتة لمساعدة زوجها لينتهي بها الأمر بهجوم الزومبي عليها. تفكر كريستال في مساعدة عائلتها ولكن يبدأ زومبي آخر في مطاردتها. ركضت إلى أقرب نافذة وتسلقت إلى داخل الغرفة ثم تهرب من باب خلفي وتعود إلى السياج لتغلقه مرة أخرى. عندما يخرج الرجال أخيرا تؤكد لهم كريستال أنها لسوء الحظ يسمعها أحد الزومبي ويعض كتفها. تبدأ كريستال بالركض وتختبئ في أقرب غرفة حيث تصاب بانهيار. اقتحم الزومبي النوافذ وأحاطوا بها ليقتلوها. ينتهي الأمر بالرجال بالعودة إلى غرفتهم وقضاء الليلة. في الصباح يساعد أدون جوني لويس في التحرك ويصلان إلى محطة الوقود. يبدأ أدون في أخذ الوقود من سيارة عشوائية إلا أنه يضطر للاختباء تحت السيارة عندما يسمع صوت دراجات بالقرب منه. اقتربت عصابة من المحطة وألقوا نظرة سريعة ولكن بما أنهم لم يروا أي شيء ثم يعود الرجال إلى سيارتهم ويملؤون خزان الوقود حتى يتمكنوا من المغادرة أخيرا أيضا. في هذه الأثناء تنتظر تينا الملاك التي غادرت لتشتري بعض وبمجرد أن ترى أنه عاد تسرع لفتح الباب لكنه يخبرها ألا تفعل ذلك لأنه تعرض للعض. وفجأة يبدأ بالسعال وينهار. الانهيارات لذا فتحت تينا اليائسة الباب لتطمئن عليه. في منتصف الليل يدرك أدون أنهم تائهون فيوقف السيارة ويذهب للاستكشاف بحثا عن أدلة حول موقعهم. في تلك اللحظة
يرى الزومبي السيارة ويحيطون بها على لذا يضرب جوني أحدهم بالباب ويبقي الآخرين بعيدا بينما يحاول لويس تشغيل المحرك. آدم يعود راكضا ويطلق النار، ولكن لم يتبقى لديه سوى رصاصة واحدة فقط وأخطأ. يصل الزومبي عبر النافذة ليمسك بلويس ويعضه بسرعة. بما أن السيارة لم تعد خيارا متاحا، يهرب جوني وأدانا إلى الغابة فيأتي الزومبي. بعد الركض لفترة من الوقت يصلون إلى منطقة مفتوحة حيث تضاء بعض الأضواء فجأة ويتم إطلاق النار على الزومبي. اتضح أن الثنائي قد وصل إلى القاعدة وهما الآن محاطان بالجنود، فأخبرهم أدانا أنه لا يزال القبطان يجعلهم يخلعون ملابسهم للتأكد من عدم تعرضهم للعض قبل السماح لهم بالمرور. بعد أن يتم تطهيرهما معا يلاحظان وجود حريق كبير في الحقل، ويشرح كارلوس أنهم يحرقون جميع جثث الزومبي لمنع الفيروس. ثم يقدم كارلوس أدون إلى لوسي التي تشاهد الأخبار عن أعمال الشغب التي تحدث في جميع أنحاء البلاد. يخبرها كارلوس أن أدون خبير يمكن أن يساعدهم في البحث، لكن أدانا يقول إنه لا يستطيع البقاء لأنه يريد. يعتقد كارلوس المحبط أنهم قريبون جدا من نقطة الصفر، لذا فإن الخروج من المنزل يعادل للموت. ترى لوسي أدانا الفيروس على المجهر وتشرح له أنه طفرة من داء. ينظر أدون إلى ملف المريض صفر ويلاحظ أنه تناول شيئا ما قبل أن يصبح زومبي. ويفترض أن هذا الرجل كان مصابا بداء الكلب بالفعل وأن تناول هذه المادة تسبب. وبينما يبدأ الفريق في إجراء الاختبارات لتأكيد هذه النظرية، يلاحظ أدون أن جميع عينات الزومبي من البالغين ويدرك أنه لم يرى طفلا واحدا مصابا بالعدوى. وفجأة يقتحم حشد من الزومبي المخيم فيفتح الجنود. ومع ذلك بغض النظر عن عدد المخلوقات التي يقتلونها يستمر المزيد والمزيد من الزومبي في القدوم. يشعر الجنود بالخوف ويبدأون في الهرب تاركين الكابتن وحده للدفاع. عندما يتبع أحد الزومبي عالما إلى خيمة ينتهي به الأمر بالانفجار. يركض جوني ليلتقي بأدان والأطباء ويطلب سلاحا، لكن الجنود يرفضون تسليح مدني حتى في حالة الطوارئ. يقوم النقيب وجنديان بتوجيه المجموعة عبر القاعدة للهروب. على الرغم من أن أدانا وجوني يتجمدان عندما يكتشفان أن أحد الزومبي هو لويس، إلا أن السبب الوحيد الذي يجعله لا يهاجم. وبينما كانت المجموعة الصغيرة تهرب إلى الغابة، سمعوا كل الصراخ خلفهم. في صباح اليوم التالي يصلون أخيرا إلى الطريق عندما يعثر أحد الجنود وسرعان ما يقتلها بطلقة، لكنه لا يزال يتعرض للعض. وبما أنه لا يريد تعريض أي شخص للخطر، فإنه يترك أغراضه على الفور. تناقش المجموعة ما يجب القيام به، وتطلب أدانة من لوسي الاتصال بمنظمتها للحصول على المساعدة. ومع ذلك توضح أنه لن يأتي أحد لأن الحدود مغلقة. يكشف كارلوس أنه كان يعرف ذلك بالفعل، وقد تم إجلاء عائلته مع أشخاص آخرين قبل أسبوع، لذا فهم وحدهم في هذا الأمر. يريد الذهاب إلى المعهد العلمي للعمل على علاج، لكن الكابتن يريد الذهاب إلى قاعدة أخرى. وبينما يتجادلان يأخذ جوني سلاح الجندي المعضود. يتصاعد الجدال ويشتد غضب القبطان لدرجة أنه يهاجم كارلوس ويكسر يده. يصوب جوني المسدس نحوه ويهدده جندي في المقابل. يقول كارلوس أنه بدون علاج لن يكون هناك أي شخص لحمايته، ويسأل أدون الكابتن إذا يتراجع الكابتن أخيرا ويوافق على الذهاب مع المعهد. ومع ذلك لا يزال أدانا يريد العثور على ابنه، لذلك يطلب من جوني حماية المجموعة ويأخذ مسدسا قبل أن يغادر بمفرده. يسير أدون في بلدة مهجورة ويتجمد في مكانه بينما يرى شاحنة تقترب منه. يأتي رجل وأمه ليقدمان له بعض الماء، لكنه يرفض. بعد أن نعته بالجاحد أخذ الرجل مسدسه من الشاحنة. أطلق أدانا المذعور النار أولا وقتل الرجل بسهولة. تبكي الأم على ابنها وتمسك بالمسدس للانتقام، لكن أدانا يطلق النار عليها أولا أيضا. ثم يأخذ أدانا أسلحتهم ويفتش الشاحنة بحثا عن الماء ليسمع ضجيج. عندما يتفقد الجزء الخلفي من السيارة يكتشف أن المالك الحقيقي مقيد، وسرعان ما يحررهما ويحاول المغادرة بمفرده، لكن الزوجين يتوسلان إليه حتى يوافق. تسمح لهم الشاحنة بمغادرة المدينة بسرعة كبيرة، ولكن في النهاية يضطرون للتوقف لأن المرأة تشعر بالمرض. بعد أن تتقيأ يفحصها أدون، ولكن لحسن الحظ أنها ليست. ثم تعترف المرأة بعد ذلك بأنها حامل. بينما كان أدانا مشتى، تمكن اثنان من الزومبي من القفز على الزوجين من الخلف. فتح أدانا النار بعد فوات الأوان ولم يكن لديه خيار سوى قتلهم جميعا. ثم يركب الشاحنة، لكنها لا تعمل لأن المزيد من الزومبي يركض للاختباء في الغابة. في هذه الأثناء تتعطل السيارة التي كانت تقل مجموعة جوني، لذا عليهم البحث عن سيارة. وفجأة يرون حصانين يركضان ويدركون أنهما يهربان من الزومبي، فيبدأون بالركض أيضا. يطاردهم الحشد خارج المدينة، حيث يجد الفريق الطريق مسدودا بالسيال. لقد نفذت ذخيرتهم من جميع أسلحتهم، لذا يطلب الكابتن من الآخرين الهرب بينما يقوم هو بدور الطعم. عندما يحيط به الزومبي ويبدأون في التهامه، يقوم الكابتن بتفعيل قنبلة يدوية لتفجيره، وهذا يعطي جوني والأطباء الوقت الكافي للوصول إلى المعهد، لكن الباب الأمامي مغلق. يتعثر كارلوس على الدرج ويقفز عليه زومبي على الفور ليقول. يظهر حارس عند الباب ويقول إنه لا يمكنه السماح لأي شخص بالمرور، لذا توضح لوسي أنها تعمل مع منظمة الصحة العالمية عندما يظهر حشد من الناس. وأخيرا سمح لهم الحارس بالدخول. وبعد لحظات يصل أدانا أخيرا إلى منزل صغير. عندما يطرق على الباب يظهر ملاك الزومبي على الجانب الآخر ويكسر الزجاج محاولا مهاجمة. ينهار أدانا ويضطر إلى استجماع كل قوته ليطلق النار على الملاك حتى الموت. بعد بكائه الشديد يدخل أدون إلى المنزل ويجد جثة تينا فيبكي أكثر، ثم يقوم بتفتيش الغرف المختلفة ويضطر إلى كسر باب مغلق. في الداخل وجد أخيرا ميغيل الذي لسوء الحظ تعرض للعض. يعوده أدانا بأن الأمور ستكون على ما يرام ويأخذه بعيدا في سيارة جدي. في المساء يصلون إلى طريق خارج المدينة وتقترب منهم امرأة تطلب المساعدة. وبمجرد أن يوقف أدانا السيارة تقف الجثث على الأرض لتكشف عن أنهم بشر عاديون وأن هذا فخ.
لاحظت المرأة أن ميغيل مصاب وأطلقت النار، لكنها لم تصب سوى أدم ينهار بينما تمسك امرأتان أخريان بميغيل. وبينما كان يغمى عليه، سمع صوت سيارة وشخصا ما يردد. في وقت لاحق يستيقظ أودون في المستشفى. اتضح أن العلماء اكتشفوا أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات محصنون، لذا فقد يستخدموا دم ميغيل لصنع علاج. ويجري الآن توزيعها في جميع أنحاء البلاد، والمجتمع يعود إلى التماسك ببطء على الرغم من أنه لا يزال يتعين عليه التعامل. يتذكر أدان أنه وعد زوجته بأنهما سيسافران معا في يوم من الأيام، فيصطحب أدان ميغيل إلى المطار ويستقلان الطائرة. يغادر العديد من الناجين سيرا على الأقدام، ولكن لا تزال الدول الأخرى تخشى العدوى.